كيفكن حبايبي؟ شو أخباركن؟ طبختنا اليوم هي الملوخية. بعد ما فردناها ونقيناها منيح رح ننقعها بالمي شي نص ساعة، وبعدين رح نغسلها بالمي شي 3 وجوه، وبعدها رح نعصرها وقد ما بدكن توم فيكن تحطولها. والتومات ما بندقن داق، بنفرمن تفريم كيف ما بدكن بتفرمون. رح نحطن بطنجرة واسعة، نضيف شوية زيت نباتي لنقلي التومات فيهم. حطينا الزيت النباتي رح نحط ملعقتين سمنة بلدي، نضل نقلب التومات لحتى يصيروا عنا شقر. التزموا بالخطوات مشان ما تطلع معكم الملوخية شاطة، لأنه في ناس ما بتحبها شاطة. يا جماعة في ناس بيقولوا كتري سمنة الملوخية بتطلع أطيب وهي سر النكهة وكذا وهيك. لا ما خاص، حطي سمنة بالمعقول قد الكمية اللي عندك إياها إنه تتقلى منيح. حقلكن شو هو السر اللي رح يعطيها نكهة مميزة وطعمة طيبة. رح نضيف الملوخية ونقليهم كتير منيح مع التوم ونحركهم مشان ما يحترقوا، بتضلوا تقلبوا فيهم وتحركوا. هلأ يا جماعة إذا حسيتوا الملوخية ما عم تتقلى منيح أو ناشفة معكن هيك بالتحريك، ردوا ضيفولها ملعقة سمنة. يا جماعة رح نضل نقلب الملوخية ونحركها لحتى العرق اللي بقلب الملوخية يصير لونه أشقر ذهبي. شوفوا كيف. وبعد ما تقلت عنا الملوخية رح نشيلها ونحطها على جنب، وبنفس الطنجرة رح نقلي فيها الدجاج. هلأ يا جماعة عنا كيلو صدور دجاج ناعم، رح نحركه ونحطله رشة ملح ورشة زيت ملعقة سمنة صغيرة. نضيف للتطعيم ورقتين من الغار ونحركهم سوا. وهلأ بنقلب الدجاج لحتى يصير، وكمان رح نشيله على جنب. وهلأ صار وقت نقلكن شو هو سر نكهة الملوخية يا جماعة. ضيفولها ليا، قلوها كتير منيح لحتى تتأمر معكن، وعن جد بيعطي طعمة مميزة للملوخية وطيبة وخاصة. ومنضيف فوقيهم الدجاج اللي قليناه وحطيناه على جنب. رح نضيف ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ريحة بجنن والله. ملعقة صغيرة من دبس الفلفل. رح نحطهم بالنص مشان يعطوا هيك. ملعقة كزبرة ناشفة. رح نضيف ملح حسب الرغبة، حسب ما بدكم انتو بتحطوا. نحن حطينا ملعقتين. هلا رح نكت عليهم المي المغلية، ورح نكتر مياتنا شوي لأنه نحن طابخين الملوخية مع رز، مشان نكتر مرقاتها شوي. هلا رح نضيفهم فوق الملوخية ونحركهم كتير منيح ونحطهم على نار هادية مشان تستوي عنا الملوخية. وهيك بيكون استوت عنا الملوخية ورح نسكبها. وعن جد شو بدي احكي لكم على الريحة، والله ريحتها شي بيشهي القلب. ولا تنسوا يا جماعة ان الملوخية اكل ملوكية. وهيك نكون خلصنا. صحتين وهنا على قلبي وعلى قلبكم. لا تنسوا يا جماعة اذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وظبطوا لي امور هالفيديو.